السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. في الفيديو ده هنتعلم أساسيات الإكسل من البداية وحتى النهاية إن شاء الله. الفيديو ده لأي واحد لسه مبتدئ، هنتعلم مع بعض إزاي نشتغل على برنامج الإكسل واحدة واحدة وخطوة خطوة مع بعض. وإن شاء الله برضو لو سقط منا أي حاجة سيبولنا في الكومنتات وإن كنا هنعمل عليه فيديو أو أرد عليكم وأشرح لكم طريقتها إزاي. أول حاجة طريقة فتح الإكسل أو تشغيل الإكسل. بنيجي على قائمة ابدأ هنا وقول بروجرامز، هنلاقي مايكروسوفت أوفيس ونفتح منه مايكروسوفت اكسل، او نيجي في السيرش هنا ونضغط ونعمل سيرش على اكسل هنلاقيها موجودة عندنا اهي مايكروسوفت اكسل 2010. دي القوائم بتاعتنا، هنلاقي هنا فايل وهوم وانسيرت بيج لاوت. القوائم دي كلها بنحتاجها معانا، كلهم مهمين طبعا وبنشتغل عليهم. مثلا لو احنا عندنا عايزين برضو من الموجود هنا شيت الاكسل عبارة عن كتاب، ودي الصفحات بتاعته شيت 1 وشيت 2 وشيت 3. ممكن نزودهم على قد ما نقدر زي ما نحب، كل واحدة نكتب فيها اللي احنا عايزينه. برضو هنيجي هنا وعايزين نعمل مثلا اول حاجة نتعلمها ازاي نعمل جدول، مثلا ايرادات المصنع مثلا، وهنا نعمل المصروفات والإيرادات. تمام، المصروفات نعمل الإيرادات الأول، وتحتها المصروفات. هنا هنعمل الشهور: يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، 5 شهور مثلا. لو لاحظنا هنا هنلاقي الخانة هنا كبيرة، فعشان نخلي الخانة ديت أو الخلية دي أو السيل تاخد الكلمة لو كانت كبيرة، بنيجي هنا ونضغط دبل كليك، أو ممكن نوسعها زي ما احنا عايزين بالطول أو بالعرض. الخلية دي لو عايزين نحذفها بنيجي هنا وكليك يمين نضغط ديليت. تمام كده. إيرادات يناير مثلا 1000، 1200، 900، 1500، 1400. المصروفات 900، 950، 800، 1000، 1400 مثلا. نيجي هنا نعمل خانة للأرباح. الربح بيساوي الإيراد ناقص المصروفات. هنعملها ازاي بقى؟ هنيجي هنا ندوس يساوي دي ناقص الخانة دي، أو ممكن احنا نكتبها
لو ضغطنا عليها كده هنلاقيها بتساوي B3. الخلية دي اسمها B لأن العمود B والصف 3 ناقص B4. ممكن نكتبها احنا وممكن زي ما عملناها بالطريقة دي. لو عايزين بقى ناخد الصفوف، عندنا صفوف كتير وعايزين نكملها، مثلا بدل ما هنيجي لكل خانة ونعمل نفس النظام، لأ هنيجي هنا ولما يعمل العلامة دي بنشد بالطريقة ديت. هنلاقي حدد معانا اهو 1200 ناقص 950 هيدينا ربح 250. كملت معانا بالطريقة بتاعتنا. هنيجي برضو هنا ونضيف خانة اسمها الإجمالي. إجمالي الإيرادات عن ال5 شهور وإجمالي المصروفات، وهيجيب لنا برضو إجمالي الأرباح. لو عايزين نعملها هنيجي عند خانة هنا من هوم أوتو سميشن أوتو سم، وهنيجي على سم هنضغط عليها وبنحدد اللي احنا عايزينه. حدد لنا ال5 خانات اهو من B3 لحد F3، وبعد كده بندوس انتر جمعهم لينا زي ما انتوا شايفين. ممكن نكررها لنفس الخانة دي برضو لنفس الصف ده، لكن وممكن نيجي زي ما اتعلمنا وننزل لتحت كده. جاب لنا إجمالي الأرباح 950 جنيه. حبينا بقى نعمل نجمل الجدول بتاعنا. هنيجي نحدده، ومن هنا البي ده بتكبر لنا الخط. ممكن هنا برضو التنسيق بتاع الكلام بتاعنا لو عايزينه في نص الخط او نص الصف زي ما احنا حابين. ده خط مايل، لو عايزينه يبقى بخط مايل، لو عايزين نحدده يبقى تحته خط تحت الكلام بتاعنا او تحت الارقام خط، بنعمله بالطريقة دي. ايرادات المصنع مثلا عايزينها تبقى مالية المكان ده كله، الخانات دي بنيجي هنا بنحددها وبنحدد الخانات اللي احنا عايزين نحطها فيها وبنعلمهم، ونيجي هنا ميرج اند سنتر وبندوس عليها. جابتها في النص اهي. عايزين نعمل جدول بقى، ما مش هينفع نسيبها كده، بنحددهم. ممكن من هنا ونشوف شكل الجدول اللي احنا عايزينه ايا كان، وهو اتعمل لنا الجدول. في طريقة تانية برضو، بنيجي بنحدد اللي احنا عايزينه وبندوس كليك يمين ومن فورمات سيلز وبوردر بنحدد الجدول، شكل الجدول اللي احنا عايزينه. هو متحدد معانا اهو. لو عايزين شرطة في النص او شرطة كده زي ما احنا عايزين. حبينا بقى نلون التلوين بتاعنا، هنيجي هنا في حاجة برضو عايز اعلمها لكم. لو ضغطنا هنا بيحدد لنا شيت الاكسل كامل. ممكن نكبر منه الصفوف زي ما احنا عايزين، كبرت كله مع بعض او الاعمدة.
زي ما انتوا شايفين اهي اتكبرت معانا. حبينا نكبر أعمدة مخصوص كذا عمود، بس مثلا دول نصغرهم أو نكبرهم، بنيجي عليهم وبنحددهم، ونفس الكلام معانا. لو عايزين نكبر دي مثلا إيرادات المصنع بنكبرها بالطريقة دي. الشكل الجمالي بقى بتاع الجدول بتاعنا، بنيجي هنا وبنضغط على الصف بتاعنا اهو، حددناه. عايزين نحدد نلون الخانات كاملة، بنيجي عند الفرشة دي وبننزل هنا ونشوف الشكل اللي احنا عايزينه او اللون اللي احنا عايزينه وبنضغط. الأعمدة نفس النظام، لو عايزينها لون تاني اتحددت معانا اهي. اي خانة بقى احنا عايزين نلونها وعايزين نديها اي لون بيبقى بالطريقة بتاعتنا، عرفنا من الفرشة دي طريقة تلوين السيلز او الخلايا. طريقة تلوين الكتابة بقى او الكلمات اللي احنا كاتبينها او الارقام. مثلا الخانة ديت اهيت معانا وعايزين نغير اللون من الاسود مثلا، هنشوف معانا اهي اتغيرت زي ما انتوا شايفين. في حاجة تانية برضو، لو احنا عايزين نخلي تنسيق الخلية دي زي دي، بنيجي هنا وبنضغط على الخلايا اللي احنا هناخد منها التنسيق بتاعها، ونضغط عليها ونيجي عند الفرشة دي فورمات بينتر ونضغط عليها ونضغط في الخلايا اللي احنا عايزين نديها التنسيق بتاعها زي ما انتوا شايفين. حبينا عملنا خطوة غلط مثلا وعايزين نتراجع عنها، بنيجي هنا وبنضغط على دي undo font. حبينا نرجعها تاني، بنيجي عند السهم العكسي بتاعها دي. برضو من الحاجات التانية، لو حبينا نعمل حفظ للملف اللي احنا عاملينه، ممكن نضغط على كنترول اس، او من هنا بنضغط عليها اللي هي سيف. ده اسم الشيت، ممكن مثلا نسميه ايرادات المصنع. وهنا النوع بتاع الشيت اللي احنا عايزينه، ممكن نحفظه PDF، ممكن نحفظه اكسل، اي صيغة بقى احنا عايزينها، صيغة تكست عادي، اي صيغة احنا عايزين نحفظها بيه بنحفظها بالطريقة دي. PDF مثلا اتحفظ معانا كده. كمان من الحاجات التانية اللي احنا عايزين اللي ممكن نتعلمها مع بعض، وهي تجميد صف. مثلا لو عايزين نثبت إيرادات المصنع مثلا، بنيجي هنا عند الخلية اللي تحت ديت وبنضغط على داتا، لا من قائمة فيو، وبنلاقي في فريز باندز. زي ما قلنا هنحدد الخانة بتاعتنا ومنها بنضغط على فريز، هنلاقيها ثابتة معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ده بتنفع معانا لو عندنا الخلايا كتير او الصفوف كتير. كمان ممكن نعمل برضو، بس مش هينفع، لا ممكن لو عايزين نجمد الصف ده مثلا، بنيجي برضو
وبنعمل فريز التوب رو. نعمل فريز الفيرست كولمان، وبالتالي يثبت معانا أول عمود بالشكل ده. لو حابين نحدد مثلا ديت عايزين نطبعها، بنيجي بنحدد اللي احنا عايزين نطبعه ومن قائمة فايل، أو بنيجي في الجنب هنا ونضغط كليك يمين، ومنها بنضغط على برنت. لو مثلا عايزين نطبع اللي احنا محددينه بس، من سيلكشن اهي ديت نمبر اوف كوبيز، عدد النسخ اللي احنا عايزين نطبعها. لو عندنا صفحات كتير ممكن نحدد عايزين نطبعها كلها، بنعلم على اول علامة اللي هي all، او لو عايزين عدد صفحات مثلا من صفحة 1 لصفحة 2 مثلا، او لصفحة 3. وبعدين بندوس اوكي. لو عايزين نشوف شكل الصفحة اللي احنا نطبعها، بنيجي هنا بنضغط بريفيو، بيكون ده شكلها. برضو في حاجة مهمة ممكن نحتاجها او هتقابلنا لو احنا شغالين مثلا في الفلوس وعايزين نحدد مثلا نكتب هنا جنيه مصري مثلا. بنيجي هنا من قائمة هوم وبنضغط هنا ديت العملات بتاعتنا اللي احنا عايزينها. لو عربي ايجيبت جنيه مصري، بنلاقي اتكتب جنبها 1200 جيم ميم جنيه مصري. في صفار هنا عايزين نشيلها مثلا او نزودها، الصفرين اللي بعد العلامة. بنيجي هنا على السهم ده كده بيزودها، وكده بينقصها بقى صفر اهي. ممكن مفيش، ممكن 0 2 3 10 زي ما احنا عايزين. عايزين نعمل علامة، لو عايزينها نعملها نسبة مئوية. الحاجات دي كلها ممكن نعملها 1200 مثلا جنيه مصر اهي. حبينا برضو ننقل التنسيق بتاعها للباقي، بنضغط عليها وفورمات بينتر، وبنحدد زي ما انتوا شايفين كده. حدد معانا الجميع اهو. في النهاية نتمنى لكم التوفيق جميعا، وإن شاء الله لو محتاجين أي معلومة بإذن الله كلنا نستفيد مع بعض. سيبولنا دعما لنا، يا ريت تسيبولنا تعليق تحت الفيديو، وإن شاء الله مع بعض نضيف لبعض. لو محتاجين أي حاجة أو شايفين إن في أي حاجة نضيفها، وإن شاء الله نعمل عليها فيديوهات تانية كتير. نتمنى لكم جميعا التوفيق، وإن شاء الله انتظروا مننا فيديوهات جاية كتير وقوائم وجداول بإذن الله. لو أي حد محتاج أي معلومة في شغله أو جدول بإذن الله يسيب لنا ونساعد بعض بإذن الله. في النهاية نشكركم لمتابعتنا، وشكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.